قد ايه طريه وهشه. شوفوا كيف بتكون من جوا. الكيكه الاسفنجيه على قد ما مكوناتها سهله على قد ما هي حساسه ودلوعه، ولانه الاغلب بيشكي انها هاي الكيكه ما بتزبط معهم، تعالوا نعملها سوا واحكي لكم اهم الاسرار والتفاصيل اللي بتخلي هالكيكه تنجح. بدنا نفصل البياض عن الصفار وحكيت لكم اسهل طريقه بالريل السابق. ثاني خطوه رح ندخل الطحين، النشا والبيكنج باودر، وهاي الخطوه كتير مهمه وحكيت لكم السبب برضه بالريل السابق. على صفار البيض اللي فصلناه بنضيف الفانيلا، الحليب والزيت النبات، بنحرك شوي وبنضيف الطحين، وبالويسك نرجع بنخفق شوي ليصير الخليط ناعم وما تبالغوا بخفق الطحين. وهلا دور بياض البيض بالمكسر رح نحطه مع السكر وعصرة الليمون. بدي اخفقه على سرعة عالية من 8 ل 10 دقائق لحد ما يصير لونه ابيض وقوامه متماسك. ويلا ركزوا معي، هلا اهم خطوة كيف بدنا نخلط البياض مع الصفار. بنضيف كمية البياض بالتدريج على الصفار وبنحرك بطريقة الفولدينج، يعني الطي أو الثني. لاحظوا إني استعملت سباتيولا في التحريك، وبحرك بطريقة اللف والتني بدون ما أطلعها من الخليط عشان ما أخسر أي كمية من الهواء. وأكيد رح أخبزه بقالب ألمنيوم بطنته من القاع بورق الزبدة، أما الجوانب فلا، والسبب برضه حكيناه في ريل سابق. وبنعبي الخليط بس لنص القالب. بمجرد ما صبينا الخليط بالقوالب بناخذهم على الفرن اللي سخناه من قبل على درجه حراره 175. بياخد من 35 ل 40 دقيقة، ولا تفتحوا عليه أبدا إلا ليستوي. وضروري اقول لكم انه الكيكه الاسفنجيه كيكه كتير حساسه وبدها دقه بشغلها، لهيك ارجعوا شوفوا الريل اللي بيحكي عن اسباب نجاح الكيك، لانه كل التفاصيل اللي فيه رح تفرق معنا بنجاح هاي الكيكه. يلا لايك وسيف وشير واكتبوا لي بالكومنت اذا عندكم اي سؤال.